تشتري دي روم برفان القديمة ولا دي روم برفان الجديدة، ولا تشتري الاتنين؟ تعالوا نتكلم عن كل واحد لوحده. تعالوا نتكلم عن النسخة الأولى. البرفيوم ده واحد من أفضل عطور الديزاينر اللي اتعملت في التاريخ، وواحد من أفضل عطور كريستيان ديور على الإطلاق. العطر ده بقى أنت هتشمي فيه إيه؟ برتقان وآيرس وجلد وورد وعود على خفيف. واحد من أفضل التوليفات العطرية اللي شميتها في حياتي. طب ترش العطر ده إمتى بقى؟ قول فصل في الشتاء، ما ينفعش خالص في نهار الصيف اللي احنا فيه. يمشي أكتر في السهرات وعلى اللبس الفورمال، ولو عندك ديت مش هيقول لأ. ويا سلام بقى لو لابس حتة جاكيت جلد طبيعي، ودي. وبالنسبة للأداء اللي الكل بيدور عليه، فالعطر ده أداؤه جيد جدا. نيجي بقى لنسخة البرفان الجديدة، ودي مختلفة كليا عن نسخة البرفان القديمة. وأنا شايف إن دي غلطة من ديور، إن هم اختاروا اسم برفان للنسخة دي. لو كانوا سموه أي اسم تاني كان ممكن ينجح نجاح أكبر من كده، من غير ما يلعبوا في ده خالص. بدل ما توقف التحفة دي عشان تديني ده، كنت سمي ده اسم تاني. تعالوا بقى نشوف النسخة دي بتقول ايه. انا لو بشم البرفيوم ده على اساس انه برفيوم مختلف هقول عليه حلو، انما مشكلتي انا ان انا رابط كلمة برفان بالنسخة القديمة. هتشمي فيه العنبر والفيتيفر والباتشولي والايرس. لو بتحب ارماني كود برفومو، لو بتحب لوميل اليكسير، النسخة دي على نفس الخط. هتحس فيه بلمحة من ديورهم انتنس وديورهم برفان بس من بعيد قوي. النسخة دي مختلفة تماما عن النسخة دي. ممكن تحس بلمحات بس يظل النسخة القديمة هي الأفضل. أداء النسخة دي برضو جيد جدا بالنسبة للثبات والفوحان، وشايف برضو إن يميل أكتر إن يكون شتوي، ما ينفعش يترش في الصيف. طيب بقى لو قدامنا النسخة دي وقدامنا النسخة دي نشتري أنهي؟ تعال أقولك على الفروقات سريعا. ده عطر ماسكلين أكتر فعاوز راجل، إنما ده ينفع شاب صغير. وعايز أقولك على مفاجأة، إن النسخة دي متقبلة أكتر للذوق العام من النسخة دي. ده صعب جدا تلاقي له شبيه، ده هتلاقي منه كتير. فلو بتدور على التميز هتكون النسخة دي، لو بتدور على الذوق العام فخليك في النسخة دي. لما دي ماتش يعمل التحفة دي ما تجيبش فرانسيس يعدل عليه. وعاوز أقولك على حاجة في النهاية، ممكن يبقى عندك العطرين، البرفيوم ده تحفة والبرفيوم ده حلو، والاتنين مختلفين جدا عن بعض. واكتب لي بقى في الكومنتات، بتحب ده أكتر ولا ده أكتر، ولا عندك الاتنين؟ اشتري مني وما تخليش حد يلاف.